تخيل معايا غير هو مع هذيك السيده طرفعات وما بقاتش في الوعي ديالها، دخلات للدار وهزات كاع هذاك الذهب اللي عندها وخرجات وعطاتو ليهم كامل. هما غادي يزيدوا غادي يمشيو بحالهم حتى غادي تدوز تقريبا شي نص ساعه، عاد هي فاقت وعرفات راسها اش دارت. كلكم غادي تكونوا سمعتوا من قبل بواحد الظاهره ديال السرقه باستعمال السحر او النصب والاحتيال عن طريق السحر، وكيف كنلقبوها حنا المغاربه بالسماوي. هاد الطريقه بكل بساطه كيجي عندك هذاك السيد اللي كيدير السماوي وكيدير شي حوايج باش يخليك ما تبقاش في الوعي والادراك ديالك. من بعد اي حاجه طلبها منك كديرها وبلا ما تفكر، واي حاجه طلبها منك كتعطيها ليه. وبزاف الناس والمئات منهم كانوا ضحايا ومشى لهم رزقهم بسبب السماوي. في هذه الحلقه الخوت غادي نعاود لكم 4 القصص حقيقيه ديال الناس اللي تعرضوا للسماوي وعاودوا لينا بالضبط شنو وقع ليهم. من بعد الخوت غادي نشرح لكم هاد الظاهره ديال السماوي وكيفاش كتكون وكيفاش كيستعملها مولاها، واش كتعتبر سحر او تنويم مغناطيسي، واذا كان سحر شنو هو النوع ديال السحر اللي كيتستخدم فيها، كيفاش كيكون وكيفاش كيقدر ياثر على الانسان بسهوله. واخيرا اخوت غادي نذكر لكم الطريقه كيفاش تحميو ريوسكم من هاد الناس اللي كيستعملوا السماوي، كيفاش تحميو ريوسكم وما يصوروا منكم والو. لكن قبل ما نبداو الخوت بغيتكم كلكم ديروا لايك كتشجيع لهاد المواضيع الغامضه اللي كياخذوا مني واحد الوقت طويل وواحد البحث معمق باش نديرهم ليكم، ومن هني نشوفكم حتى نتوما واش حاضرين معايا بقوه ولا لا. ما نزيدش نطول عليكم مازال الخوت، وعلى بركه الله نبداو الحلقه ديالنا. القصه الاولى الخوت اللي غادي نبداو بها طرات لواحد الدهيبي. هاد الدهيبي الخوت كيعاود لينا باللي واحد النهار كان في المحل ديالو جالس كلشي هو هذاك، لكن كان غير بوحدو في المحل. حتى لواحد اللحظه غادي يدخلوا عنده 3 ديال الناس. هاد 3 ديال الناس كان الشكل ديالهم كيبانوا انهم بحال جايين من الباديه، لابسين واحد اللبس اللي تقليدي، يعني كانوا ناس بحال ماشي من المدينه. المهم دخلوا عنده السلام كيف داير لاباس عليك بخير، بقاو كيديو معاه وكيجيبوا معاه في الهضره. هذاك الدهيبي حتى لهنا كلشي مزيان، قالوا ليه بغينا القد ديال الذهب، جبد لينا هادي جبد لينا هادي. المهم بقى كيجبد ليهم في الذهب حتى حطوا تبارك الله واحد الذهب اللي كيساوي ما عرفتش 10 المليون ولا ما عرفت شحال. المهم داكشي فيه الخواتم فيه الدبالش السناسل، المهم حط لهم داكشي كامل فوق هذيك الفيترينا. جبدوا الفلوس الساط حسبوا الفلوس كاملين، عطاو الامانه. هو بطبيعه الحال الدايبي حسب الامانه ديالو لقاها هي هذيك، شد الامانه دارها في لاكيس. اخوان الاخرين خداو هذاك الذهب ديالهم الله يعاون بسلامه زادوا بحالهم. الدهيبي ريح غادي تدوز تقريبا واحد نص ساعه، عاد غادي يفيق وعاد غادي يعرف انه داكشي اللي وقع بحال كان في حلم. هنا الدهيبي في هذه اللحظه ملي حس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك ناض مشى لاكيس نيشان حلها. تخيلوا معايا الخوت ملي حل لاكيس شنو لقى. تخيلوا معايا هذوك الفلوس اللي عطوه كاملين ماشي فلوس حقيقيين، انما غير اوراق بيضين. تخيل معايا ما كاين لا فلوس لا والو، شدوا اوراق بيضين قطعوهم على الحجم ديال الفلوس وعطاوه اوراق بيضين خاوين. هو ما كان مرفوع وكان شي عالم اخر بانوا ليه فلوس حقيقيين. اما بالنسبه للقصه الثانيه الخوت، هاد القصه عاوداتها لينا واحد البنت اللي خدامه طبيبه، يعني بنت تقريبا عندها واحد 34 سنه. هاد البنت كانت زوينه، كانت قاريه، كان الشكل ديالها زوين، يعني كانت واحد البنت اللي ما فيها حتى شي عيب. كانت ناجحه في حياتها وناجحه في المهنه ديالها ديال الطب، يعني حتى لهنا كلشي مزيان. لكن الحياه ديالها العاطفيه ما ناجحاش فيها. هاد البنت كانت باقا ما تيسراتش ليها الامور باش تزوجات، يعني كانت عرفات شي واحد ما تزوجاتش به، كانت عرفات واحد اخر حتى الاخر كيطراو مشاكل ما تزوجاتش به حتى هو. المهم هي ناسيه هاد الشيء ومركزه على الخدمه ديالها. واحد النهار غادي تسد فين خدامه ديك الكابيني ديالها وتمات غدا خارجه. واحد السيد كان غادي قدامه، واحد اللحظه غادي يوقف غادي يدور يشوف فيها. قال السلام عليكم، واش ممكن نسولك؟ السيده بطبيعه الحال قالت لي اييه مرحبا شنو كاين. والسيد كيبان واحد الراجل اللي بحال رجل دين، يعني اللحيه الفوقيه كيبان واحد الراجل اللي متقي الله. قال لها واش الاسم ديالك؟ فلانه بن فلانه. قالت لي اييه. قال لها الام ديالك سميتها فلانه؟ قالت لي اييه. باك سميتو فلان؟ قالت لي اييه. كيفاش عرفتي هذا الشيء؟ قال لها شوفي، قال لها جوادي قالوا لي هذا الشيء. السيده قالت لي كيفاش جوادك قالوا لك هذا الشيء؟ الله باغا تددو معاه. قالت لي كيفاش جوادك قالوا لك هذا الشيء؟ قال لها بلاتي كيدير راسو زعما راه كيفكر، زعما راه كيجيو الافكار. قال لها بغيت نسولك. قالت لي واخا دوي شنو كاين؟
قال لها كنتي كتعرفي واحد السيد سميتو فلان بالفلان، كنتو غادي تزوجوا وحتى الاخر ما بقيتوش غتزوجوا، واش كاين هذا الشيء ولا لا؟ السيده قالت لي اييه كاين هذا الشيء. قال له وكاين واحد اخر عرفتيه من بعده حتى هو كنتي غادي تزوجي به، وها شنو وقع لكم وها شنو وقع لكم، كاين هذا الشيء ولا لا؟ السيده هنا تصدمات قالت لي هذا الشيء كاين. قال لها شوفي يا بنتي اسمعيني مزيان لهذا الشيء اللي غادي نقول لك، انت يا بنتي راه عندك السحر وعندك تابعه، هذا الشيء اللي مخليك ما تزوجيش، هذا السحر وهذا التابعه اللي عندك وهاد العكوس كاملين اللي عندك راه دايرينهم ليكم في رزقك، يعني هاد العكوس كاملين دايرينهم في رزقك. قالت لي السيده كيفاش ما فهمتش؟ قال لي الرزق كامل اللي عندك راه هو اللي فيه هاد السحر. قال لها واش عندك شي ذهب، عندك شي فلوس مخبيهم؟ قالت لي اي عندي. قال لي راه هذاك الذهب وهذاك الفلوس اللي مخبيه راه هما فين دايرين لك هاد السحر وهاد العكوس وهاد الشيء اللي مخليك ما تزوجيش. السيده قالت لي ودابا شنو الحل وشنو غادي ندير باش يتحيد لي هاد العكوس؟ السيده راه ما بقاتش طبيبه هنا صافي، راه ولات صافي جرها. قالت لي شنو ندير وشنو باش يتحيد هاد العكوس ويتحيد لي هاد السحر، يعني حتى هي باغا تزوج. قال لها شوفي انا غادي ندير فيك واحد الخير كبير، المهم تبتها. قال لها غادي تجيبي لي هذاك الذهب وهذوك الفلوس غادي نقرا عليهم ما تيسر من القران وان شاء الله ما يكون غير الخير. السيده فرحات قالت ليه الله يجازيك بخير يلا معايا حدا الدار. وبالفعل غادي تدي حدا الدار، السيده غادي تطلع غادي تهز كاع داك الذهب ديالها، غتهز كاع دوك الفلوس اللي عندها في الدار وغادي تهبطهم ليه على نيته. هذاك السيد بالفعل غادي يهز داك الشيء، غادي يهز ديك الامانه وغادي يدير راسو زعما راه كيقرا في القران، يبقى يقرا قدامها كيقرا واحد اللحظه غادي يوقف. قال لها بلاتي قال لها وصلنا لواحد اللحظه اللي خاص ضروري تجيبي لي 7 الحجرات. قلت ليه كيفاش 7 الحجرات شنو كيف لاش هاد 7 الحجرات؟ قال لي جيبي لي 7 الحجرات وانا غادي نوريك علاش. قال لها سيري في هاد الطريقه هادي نيشان قلبي على 7 الحجرات الاولين اللي غادي يبانوا لك، 7 الحجرات الاولين اللي غيبانوا لك هزيهم حسبيهم وجيبيهم ليا، لكن بالضروري لها بقاي غدا نيشان كتشوفي في الارض حتى تحسبي 7 الحجرات تتكمليهم عاد جيبيهم ليا. هذيك السيده مسكينه على نيتها تمات غادا وكتحسب في الحجره الاولى الحجره الثانيه، وهو اكسبريت دار واحد الشانطي اللي فيه الحجر قليل، تمات غادا الحجره الثانيه الحجره الثالثه بقات غادا تكملات 7 الحجرات. المهم بقات راسها 4 عادات، ملي دارت لقات البرد ولقات غير الخوا والسيد طار ودال هذاك الشيء كامل. السيده هنايا عاد فاقت وعاد عرفت راسها كانت مكلخه وكانت بليده وما عرفتش راسها كيفاش حتى قولبه بحال هكا، يعني بحال عاد رجع لها عقلها بحال ما كانت مرفوعه. قالت ما يمكنش انا غادي نتقولب بهذه الطريقه، يعني انا مراه واعيه وقاريه وانا طبيبه كيفاش غادي نطلع نجيب الذهب ديالي وغنجيب هادشي ديالي لواحد ما كنعرفوش، واصلا انا ما كنامنش بهادشي ديال السحر وهذا كيفاش حتى جبت لي هادشي، يعني كانت في واحد الحاله اللي مرفوع. اما بالنسبه لخوت القصه الثالثه اللي وقعت، هذه وقعت لواحد البنت اللي عندها 20 سنه. هاد البنت كانت حدا دارهم واقفه مع شي بنات غادي يجيو عندها واحد 3 رجال عيطوا عليها من وسط البنات، بنتي اجي نسولوك عافاك؟ قالت لهم انا؟ قالوا لها اييه اجي نسولوك. شات عنده بالبنت السلام بقاو كيديو وكيجيبوا معاه في الهضره. هنا البنت غادي ترفع ما بقاتش عارفه راسها فين هي، المهم ترفعات. تخيلوا معايا شنو غادي يقولوا لها هنا، غادي يقولوا لها سيري جيبي لينا الذهب اللي عندك، اي ذهب عندك ولا عند امك سيري جيبيه لينا. تخيلوا معايا قالوا لها نيشان البنت مرفوعه ما كايناش في العالم، عارفه امها ما عندهاش الذهب، قال شنو غادي ندير؟ يعني حتى هي خدمات عقلها باش المهم خدمات عقلها باش تجيب لهم الذهب. ما مشاتش عند امها قالت لها خاصني الذهب، لا شنو دارت البنت هنا؟ شنو دارت؟ غادي تمشي عند واحد جارتهم اللي كانت حداهم واحد المراه ميسره، مشات عندها دخلت قالت السلام خالتي لاباس؟ خالتي راه ماما بغات الذهب ديالك غادا معروضه لواحد العرس، قالت لك عطيها الذهب دوز به هذا العرس. هذيك المراه بطبيعه الحال كتعرف امها وكتعرف البنت كتعرفهم مزيان، يعني بحال شي عائله وحده. هزات الذهب ديالها وعطاتها للبنت، عطاتها تقريبا شي 3 المليون ديال الذهب. البنت هزات هذاك الذهب وداتو لهذوك الناس اللي داروا ليها السماوي، عطاتهم الذهب، الناس خداو الذهب قالوا لها شكرا وزاتو مشاو بحالو. البنت بقات واقفه حتى دازت تقريبا شي نص ساعه عاد وهي تفيق، عاد عرفت راسها شنو وقع. مشات نيشان كتجري عند والديها قالت لهم ها كاين واش وقع. طبيعه الحال والديها دوروها فيها غوتوا عليها ما خلاو ما داروا، لكن في الاخير ما عندهم ما يديروا، صدقوا كيغرموا في الذهب ديال السيده وبقاو كيخلصوا فيه. اما بالنسبه للقصه الرابعه الخوت كيعاود لينا واحد السيد باللي كان كيدور في الدار البيضاء، كان كيدور عنده شي غرض غادي يقضيه، كان غادي في الشارع عادي سيد مزيان بعقله وكل شيء هو هذاك ميسر عليه الله عنده رزقه. كان غادي حتى وقفوا واحد السيد سلم عليه باليد
السلام الله يخليك نسولك. قال لي الاخر ايه مرحبا. بقى كيدوي معاه وكيدو كيجيب معاه في الهضره، حيت هذا السر كاين في هذيك الهضره اللي كيبقى يدوي معاه فيها. المهم بقى كيدوي معاه حتى هنايا السيد واحد اللحظه غادي يطرفع حتى هو وما غاديش يبقى في الوعي ديالو. هنا هذاك الاخر قال لي بغيتك تشري لي واحد 4000 درهم، الله يرضي عليك تشري لي واحد 4000 درهم من الكيشي هيا راه خاصاني. تخيلوا معايا الخوت السيد مرفوع قال لي ايه مرحبا بغيتي 4000 درهم واخا اجي معايا. ومشاو للكيشي جبد لاكارت ديالو خشاها تيرا 4000 درهم عطاها لي قال لي شكرا الله يرحم الوالدين. دار الاخر جيبو مشى بحالو. الاخر كمل الطريق حتى دازت واحد نص ساعه عاد هو يفيق قال اشنو هاد الشيء اللي درت. تخيلوا معايا ما كانش في الوعي ديالو ما كانش في الادراك ديالو بحال هكا غير كيحلم. المهم ما كانش حاسس براسو. وهذا الاحساس الخوت هو اللي وقع لهاد الناس كاملين اللي عاودت لكم القصص ديالهم. وهادو كيتعتبروا غير واحد شويه ديال القصص من بزاف ديال القصص ومن المئات ديال القصص ديال الناس اللي وقع لهم السماوي. هاد الظاهره ولات منتشره في المغرب والعالم العربي. والمشكله في هاد الشيء هو ان القانون ما كيعاقبش عليها نهائيا، حيت انت اللي كتعطي رزقك بخاطرك. حتى واحد ما كيبزز عليك، حتى حد ما كيهز عليك شي حاجه كيقول لك عطيني بزز، انت كتمشي تهز رزقك كتعطيهم ليه. المهم من بعد ما تعرفنا على هاد الشيء وشفنا هاد القصص، دابا الخوت اجيو نكتشفوا بالضبط كيفاش كيوقع هاد السماوي وشنو هما الانواع ديالو. هاد الظاهره ديال السماوي اختلفوا فيها بزاف د الناس. كاين اللي كيقول ما عندها حتى شي علاقه نهائيا لا بالسحر ولا بالشعوذه ولا بالجن، وكتعتمد فقط غير على التنويم المغناطيسي. في حين كاينين ناس اخرين اللي ما كيامنوش بالتنويم المغناطيسي نهائيا، كيقولوا هذاك التنويم المغناطيسي غير تخربيق، وكيقولوا داكشي اللي كيديروا ديال السماوي كيكون عنده علاقه بالسحر والجن فقط. داكشي باش الخوت انا غادي نبين لكم هذه المساله مزيان من بعد ما درت عليها واحد البحث اللي كبير ومعمق. اولا اللي خاصكم تعرفوا هو ان التنويم المغناطيسي كاين وكيدار وعنده ناس اللي مختصين فيه اللي كيقدروا يديروه ويمارسوه. التنويم المغناطيسي كيعتمد على بزاف د المهارات اللي ما عندها حتى شي علاقه نهائيا لا بالسحر ولا بالشعوذه. يعني هذه واحد الحاجه اللي كتدرس وكتقرر. لكن اللي خاصكم تعرفوا هو ان التنويم المغناطيسي الا بغى يديروا ليك شي واحد غادي يخصو معاك 30 دقيقه هي الاقل باش يقدر ينجح ليه. لكن بالنسبه للناس اللي ذكرنا قبل في القصص ديالنا والاكثريه ديال الناس اللي كيتعرضوا للسماوي ما كيحتاجوش هذا الوقت كامل. يقدر في 3 دقائق يديلك فلوسك وانت ما جايب للدنيا اخبار. يعني الخوت اللي بغيت نوصل لكم ان بصح كاينه طريقه ديال السرقه بالسحر، وهاد الطريقه كنقولوا ليها حنايا في المغرب السماوي. يعني من الاخر الخوت الناس اللي كيديروا السماوي راه كيستعملوا السحر باش يشفروا ناس اخرين. وهاد السماوي الخوت كينقسم لقسمين. الاولى هي هذاك السيد اللي باغي يجي يدير لك السماوي كيبدا يتمتم عليك بشي كلام اللي ما مفهومش وكيدوي بواحد اللغه اللي ما مفهوماش، وهذاك الشيء اللي كيقول بالضبط هو عباره على سحر كيتقال عليك. يعني بحال قلتي كيقول عليك واحد التعويذه باش يشد فيك هذاك السحر ويدير فيك ما بغى. داكشي باش الا جا عندك شي واحد ما كتعرفوش وبدا كيتمتم بشي كلام وبدا كيقول شي هضره ما مفهوماش، عرفوا كيقرا شي تعويذه باش يشدك يصيدك. اما بالنسبه للطريقه الثانيه هي طريقه الطلاسم السحريه. هاد الطريقه كتعتمد على كتابه طلاسم سحريه في اليد او في الكف. كتكتب في اليد ديال هذاك اللي باغي يدير لك سماوي، سواء كيكون هاد السيد ساحر او كيمشي عند شي ساحر خطير اللي كيكتب ليه هاد الطلاسم في الكف ديالو باش يدير لك هاد العمليه ديال السماوي. وانت كضحيه كيجي عندك وكيقول لك عافاك الله يخليك بغيت نسولك، وهنا كيمد يده وكيسلم عليك، كيسلم عليك باليد اللي فيها الطلاسم السحريه. انت في هذيك اللحظه بالضبط كترفع وما كيبقاش عندك الادراك وما كيبقاش عندك الوعي. والا بغينا نتعمقوا اكثر هنايا شنو كيوقع بالضبط؟ هنا هذوك الطلاسم السحريه وداك السحر كيكون واحد الجن اللي مسخرين ليه. يعني انت ملي كيسلم عليك بهذوك الطلاسم هذاك الجن ديال هذاك السحر كيمشي لك نيشان واحد المنطقه في العقل ديالك. ملي كيمشي لهاد المنطقه كيحبس لك الادراك والوعي، يعني كيخليك كتشوف كتدوي لكن ما كتحللش ما كتفكرش، يعني بحال شي واحد مرفوع. يعني هذاك الجن كيستحوذ لك على هذيك المنطقه حتى كدوز هذيك العمليه ديال السماوي وكيمشي هذاك الساحر ولا هذاك السيد داك السماوي عاد هذاك الجن كيبعد لك من مخك. اللحظه اللي كيبعد داك الجن من مخك عاد انت كتفيق. وبطبيعه الحال هاد الناس اللي كيديروا السماوي كيعرفوا فين يديروه بالضبط. كيختاروا اماكن اللي خاويه وما فيهاش الناس بزاف، وكيحاولوا يختاروا ضحايا اللي كيكونوا عارفينهم من قبل
وعندهم الفلوس، اولا من الهيئه ديالك كيعرفك واش عندك فلوس ولا لا. لكن الخوت الحاجه المهمه اللي خاصكم تعرفوا في هذا الشيء كامل اللي قلت لكم هو ان هذا السماوي ماشي ديما كيصدق المولاه، حيت هذاك السيد او هذاك الساحر اللي باغي يدير السماوي كيجي عند الضحيه كيسلم عليه كيف قلنا، او كيقرا عليه هذوك التعاويذ، من بعد باش يتيقن واش شد فيه داك الشيء ولا لا كيسولو باش يتيقن واش شد فيه هذاك السماوي ولا لا. بحال مثلا كيقول ليه بغيتك تعاونني اخويا وكذا وكذا، بغيتك تقضي لي هذا الامر ولا بغيتك دير معايا هذا الشيء. المهم كيحاول يسولو. الا هذاك السيد قال ليه سير اخويا الله يسهل عليك، سير بحال هاك ولا سير شوف بلاصه اخرى ولا هذا، هنا كيعرف هذاك الساحر باللي داك السيد ما شدش فيه السماوي وما قداش فيه. اما في حاله سولك قال لك خويا بغيتك تعاونني وتقضي معايا هذا البلان ولا هادي، انت كتقول ليه اييه مرحبا، يعني هنا كيعرفك صافي شد فيك السماوي وغادي يدير فيك ما بغى. لكن انا متيقن دابا غادي تسالوا وغادي تقولوا علاش الاخر شد فيه والاخر ما شدش فيه، شنو الفرق؟ بكل بساطه الخوت السماوي كاع ما كيشد في شي واحد الا كان على طهاره وموضي ومواظب على الصلوات ديالو. الا كان شي انسان مؤمن وقريب الله ما كتشد فيه حتى شي حاجه من هذا الشيء. يعني هذاك الجن اللي غادي يدخل ليه العقل ديالو باش يحبس ليه الادراك والوعي ديالو، هذاك الجن ما كيقدرش يدخل ليه لعقله. اما الا كان هذاك الانسان بعيد على الله فهنا واحد النسبه ديال 90% غادي يصدق فيه السماوي. داكشي باش الخوت في الاخير غادي نقول لكم ردوا البال من هاد الناس. الا كنتي في شي بلاصه غريبه ما كتعرفهاش، ولا جا عندك شي واحد ما كتعرفوش بغى يسلم عليك انت ما كتعرفوش، رد بالك وحصن راسك وما فيها باس اذكر الله. ودابا ما بقى لي الخوت الا نقول لكم بارطاجيو الحلقه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا ويردوا بالهم من هاد السماوي. ما تنساش تخلي لايك وتبارطاجي الحلقه مع صاحبك. كان معكم امين نقيضي، تهلا.